يا هلا ومية هلا. راح أعطيكم 4 طرق أو 4 أساسيات راح تعلمك شلون تتعامل ويا أطفالك وتطلعه إنسان ناجح. هواي توصلنا رسائل، أنت شلون وصلت لهاي المرحلة؟ أو أهلك شلون يتعاملون وياك؟ يا جماعة ترى الموضوع كلش بسيط. أولا الطفل من ينولد هو كالورقة البيضاء وأنت تكتب عليها ما تشاء. خلونا أضرب لكم مثل حتى توصل لكم الفكرة أكثر. عندي هذين 2 أوراق بيض، راح أرسم رسمة الهاي والهاي. اثنيناتن بيض صح؟ لو قلت لك اختار وحدة من هذني منو راح تختار؟ شي أكيد راح تختار هاي، والسبب واضح. هاي الورقة الجميلة أنا تعبت عليها حتى أطلعها بأجمل صورة، لكن الورقة الثانية اللي هي هاي أنا ما تعبت عليها، مجرد جبت الأصباغ وشخمطتها. طفلك يمثل هاي الأوراق بالضبط. ثانيا ابتعدوا عن إحساس التسلط. دائما نشوف الآباء متسلطين على أبنائهم وهذا الشيء غلط. أنت بدل ما تتسلط على أطفالك خليك قريب إلهم روحيا. ترى مرات نشوف الأب وابنه كأنما أصدقاء، وهالشي 100% سبب التقرب الروحي لصنع الأب. النقطة الثالثة نسميها الانسار أو أسايرك. مثلا إذا جاك ابنك على شغلة وأنت تعرف بيها غلط، لا تقول له هاي شغلة غلط وتمنع منع مباشر. أقول له إيه أوكي بس بشرط إنه أنت تقنعني هاي الشغلة من صالحك وما راح تسبب لك مشاكل. أنت هنا إذا قنعتني طبعا راح أقول لك روح، بس إذا ما قنعتني أنت تلقائيا ما راح تقبلها على نفسك. وهنا أنت يا أيها الأب العزيز سويت فرق كلش كبير عن الرفض، لأن إذا رفضته مباشرة أكيد هذا الشيء راح يسبب كره وحقد عليك، لكن من قعدت وتناقشت وياه خليت الثقة اللي بيناتكم تكبر. رابعا حمل ابنك المسؤولية وحاسبه على أغلاطه بس بطريقة مختلفة. راح تقول له شلون؟ شوف مثلا إذا ابنك غلط بحق أخته أو أمه تجي تقول له مسؤوليتك الاعتذار، مسؤولية أعمالك أنت تتحملها بس بطريقة حريصة أكيد. وحمل مسؤولية الدراسة بشكل حلو مو ضرب وقتل، حتى باكر عقبه يصير إنسان ناجح ومهم. وأخيرا أحمل مسؤولية التقرب إلى الله والآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يسوي شيء غلط لا تجي وتقول له ترى الله يذبك بالنار وتخوفه من الله وتحسسه إنه الله بس عقاب ونار وغيرها. وبعدين حد تعال خلنا حاكيك شو كتر رب العالمين ذبك بالنار حتى يذب ابنك. علمه إنه الله هو الحب، هو العطاء، هو ذلك الرحمن الرحيم. إذا حبيت الفكرة كتبوا لي أسوي لكم جزء ثاني. أنا مهيمن، أصدقائي يسمون محفز. باي باي.